القلب يا ابو سعد له بحي ولا مات من وحشة اللي تركني واحتري له علومه والحب ساكن ضلوعي لا تحلحل ولا انحال مسكين يا من اشهد لاحبابهم ما دربه مسكين يا من اشهد لاحبابهم ما دربه يا شايب لك في قدم راسي علامات أخاف لألقى حبيبي واشتكي له علومه إن كان ما جاء حبيبي أو سألني عن الحال حلفت لأقطع حبال الحب واترك دروبه حلفت لأقطع حبال الحب واترك دروبه القلب يا ابو سعد له بحي ولا مات من وحشة اللي تركني واحتري له علومه والحب ساكن ضلوعي لا تحلحل ولا انحال كاسوب يا كاسوب يا كاسوب وين ابوك؟ ابي بقعد. يمشي قاعد. هاي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حجك عزوز. السلام ورحمة الله. يا عوي. الله يا جميع كيف أنت؟ ما عليكم شيء. نحمد الله والعافية. كيف الأمور طيبة؟ نحمد الله والعافية. يا حتى أنا قلت يا عوي. بزور لك يا أبا علي. من البودرة. قد لنا عمر. قعد لنا ما تعرف. الله يهمك. والله هاي نبزغ يا ولدي. يا ألف بارك الله فيك بارك الله فيك. نفس نبزغ يا ولد. يا شايب لك في قدم راسي علامات أخاف لألقى حبيبي واشتكي له علومه إن كان ما جاء حبيبي أو سألني عن الحال حلفت لأقطع حبال الحب واترك دروبه حلفت لأقطع حبال الحب واترك دروبه القلب الله اطعمهن يا رياض. أنت أطعمهن صدقني. يا ولد قال واحمد أخوك جاء. لا عدو جاء أمس الله أيوه. والتخزين ولا عقبة؟ نخزن في المجلس حكنا. يلا خلاص تمام على طول نتغدى ونورد عند جابر هاليوم. اتغطى وورد. يلا من عيوني. القاعد عند عطيلي. يلا أنا اتغدى واجي الآن يلا. هذا الولد يباع من المنطقة نخليه يقلط معنا ها واحنا نصير نجابره. هذا ذي عاد وجا من السفر. يا نايفة ولدي. ايوه ابا. شوف كمل قلت في هذا السفر لين ما وصلت وانا قاعد اروح لي يصير اخزن. عمك احمد عاد وجا امس الليل وبهل القاعد مش تخزن عاد انا بودرتن امس عاد ضري صم. يلا انا عاد اروح ليها.
تحت انا قلت يا ولاي بزغ لك يا ابا علي كم لهن البودره اي قلت لهن عمر أبي جاء للرياض عندما جاء يشتري قات إنهن مش بودرات وأنا أقل إنهن بودرات يعني بضحك علي على مثل لا خزن حرام لا خزن يا أخي اشتقنا لك يا اخي اشتقنا لك الله يبارك فيك من صدق ما نسيناك دقيقة الله يحفظك والحمد لله على سلامتك الله يسلمك كيف الأمور أنا سابرين مان ايوه الان اهلا وسهلا تفضل هلا وسهلا أهلا بالغايب ريحهم أهلا وسهلا كيف حالك؟ عشنا شابك عيش أنت سلامك الله يسلمك كيف تفضل هنا تفضل اهلا وسهلا الله سلام حيا الله من جي كيف؟ أيوة كيف الأمور كيف الدنيا كيف؟ سابرين ما فعلت أنا ما سويت ما تعالج سنا يا طويل العمر قلنا نتعالج ثاني وقلنا الطب عندهم قوة أيوة وبعدها جلسنا وقد رجعنا من هنا قلنا سددنا المنافة وقدرنا كذا كان بيزيد يسمعنا شوي ما لا ما عرفش بالأص الله يسيبه أيوة هذا حين شديد تقرح ما تطلع ما يسمعه نقول له يجلس لكنا يدعى علشان او ايش فهمنا عند الله ضلني ما قلت لك ضلني ما لا ما أدري ما أدري ضلني لا تصير دخلها ضلني يلا قوم نسعد هاي ضلني يلا خلاص شغل السيارة ضلني العسي ادخلك يا مش التلفون وقت التلفون جيني سبع رجالي يلا هاي يا وطني يا وطني يا وطني أي يا وطني يا وطني أي
مالي اخير يلا احنا وصالي. الو هيا ابشر الطريق مشتوى تلفون. يلا يلا. وانا عند الزراعه عمل لي هم عند قاسم عمل لي صحه. يا قاسم يا قاسم نايف 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 نايف. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا دكتور ماما. الحمد لله رياض حالته طبيعية وبس كان عندي شوية تسمم بالمعدة. تسمم؟ بارك في نفسي يا قاسم. الو احمد. ايوه يا ضحى خي. ما بالله نزلت للمحرس حقكم استشرب من عند اخوك قاسم ولقيت نايف ابن اخوك قاسم ميت وفي لك فالقع. ايوه وسطه. كنت بادقتل نفسي يا قاسم. كنت بادقتل نفسي يا قاسم. قاسم. ايوه. نايف نايف يا قاسم. ايش النايف؟ نايف يا قاسم. ايش النايف قلقتني يا احمد؟ ماله ولدي؟ نايف توفي. ايش السبب؟ ايش الذي حصل؟ بالله بالله على دائما انه ميت لقيته مخزن. تأثير السم حق امس. الله قضاء الله وجل. احمد اخي انا سبب في المصائب التي حصلت اليوم كلها. انا هم بودرقت بالامس واستعجلت وبزرت من هنا اليوم، بس ما كنتش متوقع انه بيحصل هذا ويتضرر منه النايف ورياض. والله ايش العمل؟ تسببت بقتل النفس. قاسم، الكثير من المزارعين يرتكبون الجريمة التي ارتكبتها يا قاسم. يقتلون الكثير من الأشخاص يا قاسم حينما يقطفون القات ويبيعونه في الأسواق قبل إنتهاء مفعول المبيد الحشري. من